هعمل النهارده معاكم كفته الرواعي. عايزه اقول لكم الكفته دي مشهوره قوي في وسط البلد، حاجه كده مميزه، والطعم ما شاء الله. مقادير ومكونات ان شاء الله موجوده في كل بيت. هعملها معاكم باسهل طريقه زي ما احنا متعودين. هتطلع النتيجه ما شاء الله روعه. يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا الوصفه الحلوه دي مع بعض ازاي. عندي هنا لحمه مفرومه، فول، صويا. المقادير نزل قدامكم كده كلها كده على الشاشه، هكتبها لكم تحت في صندوق الوصف. باخد كده المكونات دي كده كلها على بعضها وبحطها في الكبه. طبعا المقادير هكتبها لكم بالظبط بالمكونات بتاعتها. باخد كده المكونات كلها بعد ما ضربتها في الكبه، طلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طاسه كده فيها حبه زيت، وبنزل بالكفته. بفضل اقلب فيها كده لغايه ما تاخد لون، اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. لازم اهم حاجه تاخد لون حلو قبل ما اشيلها من الزيت. تمام. بنزل كده بالكفته بتاعتي كلها ما شاء الله، من نص كيلو مفروم هنعمل كميه حلوه قوي من الكفته. تمام. بقلبها بقى طبعا كده كويس، وبنزل بقى هنا عندي فلفل الوان وبصل متقطع زي ما انتوا شايفين، وبنزل بقى بحبه بهارات عليه، ملح، فلفل اسمر. بس يتقلوا مع بعض 4 5 دقايق، بنزل عليهم بكفته واتنين طماطم مبشوره، وبقلبهم كده مع بعض واسيبهم مع بعض لمده 5 دقايق ياخدوا كده اللون والشكل الحلو ده. عايزه اقول لكم الطعم روعه ما شاء الله. طبعا ممكن نعملها في سندوتشات، ممكن نعمل جنبها مكرونه سباكيتي زي ما انتم شايفين كده، وبنحطها كده من على الوش. دي افكار كده بسيطه، او زي ما قلت لكم عيش ابيض كده مخلل جنبها، حاجه كده سهله وسريعه. لو الوصفه عجبتكم لايك وشير واشتراك في القناه.